بص تخيل معايا المشهد ده. احنا دلوقتي في وقت متأخر من الليل، هنشوف راجل قاعد لوحده قدام اللابتوب فاتح موقع كان قافله من شهور. يضغط كام زر ويدفع فلوس زيادة، مش عشان يشتري خدمة لكن عشان يتأكد إن اسمه اتمسح من على السيستم للأبد. يقفل اللابتوب ويتنفس بثقة وينام وهو مرتاح. بس بعد شهرين بالظبط اسمه وعنوان بيته ورقم بطاقته البنكية يبقوا قدام العالم كله. الراجل ده افتكر إنه اشترى الأمان، بس في الحقيقة كان بيدفع تمن أكبر فضيحة في حياته. اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف الموضوع ده، وخلينا نلبس النضارة. تعالى نرجع لأول شرارة في القصة. الحكاية بدأت بموقع شكله عادي جدا، بس فكرته ما كانتش عادية خالص. موقع اسمه أشلي ماديسون، موقع هدفه الوحيد يسهل الخيانة الزوجية. حتى شعاره كان صادم: الحياة قصيرة أخون بقى. ورغم الجدل الناس دخلت بالملايين، رجال وستات من كل أنحاء العالم، وسجلوا بأسمائهم الحقيقية وعناوين بيوتهم وبيانات بطاقتهم البنكية وحتى تفاصيل حياتهم الخاصة. كل ده وهم مقتنعين إن آثارهم محمية تحت باسورد. بس الحقيقة إن كل رسالة وكل عملية دفع وكل سر كان بيتخزن في مكان واحد، مكان محدش تخيل يوم إنه ممكن يتفتح قدام العالم كله. علشان في يوليو سنة 2015 كل حاجة تتغير. مجموعة مجهولة تظهر فجأة سمت نفسها إمباكت تيم، وأعلنت إنها سرقت قاعدة بيانات الموقع بالكامل، مش جزء منها ولا نسخة قديمة، كل حاجة. وكان عندهم طلب واحد: تقفلوا الموقع نهائي، هو والموقع الشقيق بتاعه، وإلا كل الأسرار هتتنشر. الشركة ردت بثقة، قالت إن أنظمتها آمنة وإن مفيش داعي للقلق. بس الرد ده كان أول غلطة. علشان الهاكرز دول يثبتوا إن هما مش بيهزروا، سربوا بيانات أكتر من 2500 مستخدم. ده مجرد تحذير، وفجأة كل واحد عنده حساب بدأ يسأل نفسه سؤال: هو اسمه موجود ولا لأ؟ الأيام عدت والشركة رفضت تقفل، والهاكرز رفضوا يتراجعوا، وكان واضح إن حد فيهم لازم يكسب. بس فجأة في أغسطس انفجرت القنبلة. أكتر من 60 جيجا بايت من البيانات اتنشرت على المشاحن مرة واحدة من غير أي إنذار. 60 جيجا بايت من 2015، انت بتتكلم في باقة واي فاي، ومش مجرد أسماء، ده أرشيف كامل لحياة ملايين البشر، بعناوين، برسائل خاصة، ببيانات بطاقات، تفاصيل كان المفروض محدش يشوفها أصلا. وفي ثواني أسرار ملايين الناس بقت ملك للعالم كله. لكن الغريب إن دي ما كانتش أكبر صدمة. وسط ملايين الأسماء كان في اسم خلى الإعلام الأمريكي كله يقف: شاب مشهور من عيلة محافظة جدا، وبيظهر في برنامج تلفزيوني بيتكلم طول الوقت عن القيم العائلية. ولما الباحثين فتشوا في البيانات لقوا إنه دفع حوالي $1000 على الموقع. بس فجأة الشخص اللي كان بيقدم نفسه كنموذج قيم للمجتمع بقى في قلب أكبر فضيحة أخلاقية في السنة. بعد أيام اعترف بنفسه إنه خان زوجته، وبعدها دخل مركز علاجي، والقصة بقت على كل الشاشات. بس حتى دي ما كانتش أخطر مفاجأة. لما الباحثين ابتدوا يحللوا في البيانات لقوا آلاف الحسابات مستخدمة بعناوين حكومية وعسكرية، ضباط، موظفين حكوميين، عاملين في جهات حساسة. بس فجأة بقوا هدف سهل لأي عملية ابتزاز. وفي دول تانية مجرد ظهور اسمك في القايمة ما كانش معناه فضيحة، كان ممكن يبقى حكم عليك بالموت. وده لأن بعض الدول كانت بتعاقب الخيانة الزوجية بالإعدام. ومع كل ساعة بتعدي ناس أكتر كانت بتكتشف إن حياتها انتهت. الضغط النفسي وصل لدرجة إن في حالات انتحار اتسجلت فعلا. من وسط دول كان في راجل دين حياته مستقرة، بس بعد التسريب كل شيء انهار، وفي أيام قليلة قرر ينهي حياته بنفسه. بس المأساة لسه ما خلصتش، لأن في نفس الوقت كان في ناس تانية بتبدأ شغلها. عصابات ابتزاز تبعت رسائل لكل اللي أسمائهم اتسربت من على الموقع، وبيقولوا لهم ادفع أو هنفتحك أكتر. يعني حتى بعد التسريب الكابوس لسه ما خلصش. لكن بعد كل ده اكتشف الناس الحقيقة اللي قلبت الموازين كلها. الموقع اللي كان بيبيع للرجال حلم انهم بيتكلموا مع ستات حقيقية كان في الحقيقة مليان حسابات مزيفة. أكتر من 70,000 حساب وهمي اتعملوا مخصوص علشان يبعتوا رسائل ويخلوا المستخدم يحس إن في واحدة حقيقية مهتمة بيه، فيكمل يدفع فلوس، بينما الطرف التاني مش إنسان أصلا، ده مجرد برنامج. يعني آلاف الرجال ما كانوش ضحايا التسريب بس، دول كانوا ضحايا خدعة من أول يوم. كانوا بيدفعوا فلوس علشان يتكلموا مع روبوتات. بعد سنتين القصة انتهت في المحاكم. الشركة وافقت تدفع تعويضات ضخمة لآلاف الضحايا، وغيرت أنظمة الحماية، والموقع لحد النهاردة لسه شغال كأن اللي حصل ده عمره ما حصل. بس الحقيقة
إن ملايين الناس اكتشفوا الدرس بالطريقة الصعبة، مش إن الإنترنت غير آمن ولا إن الهاكرز أذكى، لكن إن أي سر يتخزن على سيرفر ده مش سر، هو مجرد فضيحة مؤجلة. لو وصلت معايا للنقطة دي أحب أقول لك شكرا جدا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل الجرس، وقول لي رأيك في القصة في الكومنت، ولو عندك اقتراح لأي فكرة فيديو اكتبها لي برضه في الكومنت، وخد لك لفة في القناة، يعني أكيد هتلاقي حاجات تانية هتعجبك. سلام.